ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ازاي نعمل التورته بشكل بسيط جدا وسهل جدا، لكن قبل ما ابدا تعملي لي لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. هنجيب كده اول حاجه معانا نص كيلو من الدقيق الاسبونج. دي يا جماعه الاسبونج ده مش محتاج فيه ان انت تضيفي عليه حاجات غير البيض والميه بس. تمام. وهتضيفي عليه رشه من الفانيليا السايله او رشه من الفانيليا اللي هي البودر. تمام. وبعد كده طبعا هتضيفي 6 بيضات بحرارة الغرفة، أهم حاجة يكون ال6 بيضات بحرارة الغرفة. ال6 بيضات طبعا عليهم نص كيلو من الدقيق اللي هو الاسبونج. تمام. وبعد كده طبعا أهم حاجة نضربهم كويس، وهنجيب مية، كوباية من المية. تمام. أهم حاجة نضربهم كويس جدا، ومتزوديش عن كده ميه. هي خدت مني كوبايه من الميه بس، يعني انت ما تكتريش وتقولي لا دي هي محتاجه، لا هي هترمي معاكي كتير قوي وهتعمل معاكي يعني عينه الاسبونج كتيره. تمام. فانت مش هتضيفي ميه تاني، وتفضلي مستمرية في القلب علشان خاطر لو انت بطلتي في العجينة بتاعت الاسبونج ديت، مثلا عملت 5 دقايق وبعد كده جيتي كملت تاني كده مش هتنفع معاكي كده، الهواء اللي فيها يطلع تماما واحنا مش عاوزين كده. تفضلي مستمرية لمدة 10 دقايق كده في القلب. وبعد كده طبعا هتجيبي الحلة اللي هي العالية، الحلة اللي زي دي انا جايباها علشان طبعا هعمل تورتة عالية. تمام. وبعد كده هتجيبي ورق الزبدة طبعا، وبعد كده هتضيفي طبعا زبدة كده بسيطة جدا. تمام. وبعد كده طبعا هتكوني مولعة الفرن بتاعك قبلها ب10 دقايق، عشان اهم حاجة عندنا الفرن يكون سخن جامد عشان طبعا الاسبونج يطلع معانا كويس وهش وجميل. تمام كده. وبعد كده طبعا هتسيبيه لمدة نص ساعة حسب طبعا الفرن بتاعك عالي او واطي، بس اهم حاجة يكون الحرارة بتاعة الفرن على 200 او 190. تمام كده. وبعد كده طبعا مش هتطلعيها من الفرن على طول، لا هتسيبها تبرد تماما في الفرن علشان ما تاخدش منك هوا، وطبعا وتقل منك مع الهوا ان انت بعدين ما تطلعيها من الفرن. ونسيت اقول لكم على حاجه، الحله اللي انا عملت فيها كيكه الاسبونج دي طبعا مقاس 18. تمام. وبعد كده طبعا هتجيبي بوله وهتجيبي كوبايتين من الكريم شانتيه، هتضيفهم كده في البوله، وهتجيبي كوبايه ميه ساقعه وهتضيفي عليها وهتضيفي على الميه 3 معالق من السكر، حسب طبعا السكر انت بتحبي الكريمه ايه، سكرها عالي او سكرها قليل. طبعا انت اللي بتتحكمي في الموضوع السكر. تمام. وبعد كده طبعا هتجيبي القعدة اللي انت هتعملي عليها التورتايه. وبعد كده طبعا هتجيبي طبعا اللي هي الطبق اللي زي ديت، هتضيفي عليها كريمة، وبعد كده هتضيفي عليها طبعا كيكة الاسبونج كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده طبعا هتضيفي عليها كريمة من فوق، طبعا هتغلفيها كلها بالكريمة. واهم حاجة الكريمة يكون من النوع الكويس علشان خاطر هتديكي يعني حاجة حلوة قوي مع التورته اللي انت تعمليها. وانا ما حبيتش اللي انا اشيل الحروف بتاعه كيكه الاسبونج، انا حبيتها اللي هي تفضل كده يعني لون بني خفيف قوي. تمام. طبعا لو انت حابه تشيليها بتشيلها عادي بالسكينه، انك بتشيلها بالراحه، تشيلي مثلا الحاجات اللي هي الناعمه بتاعه كيكه الاسبونج اللي هي على شكل بني. تمام. تشيلها كده بالراحه تماما علشان طبعا الموضوع مش يبان معاكي اللي انت شايله من من كيكه الاسبونج. طبعا تشكلي طبعا التورتيه بتاعتك باي تشكيله انت تحبيها. انا جبت كده 3 من البوله. تمام. وبعد كده طبعا ضفت فيها كريمه وضفت فيها الوان، يعني لون من هو الاحمر او البينك، واللون التاني اللي هو اللون الاصفر، واللون التالت اللي هو اللون الاخضر. تمام. انا عملت كمان اللون اللي هو يدي على لون بني خفيف. تمام. هو ده اللون اللي هو البني الخفيف خالص. تمام. وبعد كده طبعا هنجهز فيه بتاعه اللي هي الصفرة زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم هتزينيها باي تشكيله انت تحبيها، انا حبيت اللي انا ازينها على الشكل اللي هو بتاع الالوان بتاعه الكريمه، علشان طبعا ده طبعا كل الاطفال بتحب الحاجه اللي زي ديت. تمام. وبتفرحهم قوي. هي عامله كده زي لون الطيف كده، يعني لون جميل جدا، بتدخلي كل الالوان في بعض بتديكي شكل حلو قوي في التورتايه. وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا التورتايه بالكريمه البيضه، وبعد كده طبعا هتعملي كده الاشكال ديت.
زي ما انا بعمل دلوقتي. طبعا هتعملي شكل من الاخضر وشكل من الاصفر وشكل من اللون البينك او اللون الوردي. تمام. والشكل التاني طبعا اللي هو اللون البني الخفيف تماما. بس خلي بالنا يعني اللون البني لما انا عملته غطى ليا على الالوان. تمام. غطى ليا على الالوان. فانتي ما تعمليش لون البني الفاتح، اعملي اي لون، بلاش اللون البني يدخل في الالوان ديت علشان هيغطي ليك الالوان تماما. حبيت بس اعرفك على الحته دي علشان خاطر ما تعمليش نفس غلطتي وتعملي لون اللي هو البني الفاتح. طبعا ممكن تعملي باي تشكيله انت تحبيها، ممكن ما تعمليش الالوان الطيف دي زي ما انا ما عملت، ممكن تعملي باي تشكيله انت تحبيها انت واولادك يحبوها. كده تمام. خلصنا كل الكمية، يعني كل الدايرة بتاعة التورتاية. وبعد كده طبعا هنستويها كده زي ما انت شايفة. لو انتم ملاحظين اللون البني غطى على الالوان الفاتحة، فانت خلي بالك في حاجة زي ديت. حبيت اعرفك خطوة زي دي علشان طبعا ما ندخليش لون بني في الالوان الفاتحة لو انت بتعملي حاجة حلوة، بتعملي حاجة زي ديت لبنوتة وبتغطي لك على الالوان. تمام. وبعد كده طبعا هزينها كده من فوق كده بالكريمة اللي هي اللون البينك. وبعد كده طبعا زينتها بالكريمة من تحت كده زي ما انتم شايفين، داير ما يدور كده، ودخلت فيها لون اصفر خفيف مع لون البينك. تمام. وبعد كده طبعا زينها كده بالخرز بتاع البسكوت. بعد ما خلصناها طبعا هنزينها كده من فوق بكريم الكراميل. طبعا ممكن تزينيها باي حاجه من فوق، ممكن تزينها بفواكه خفيفه، وممكن تزينها بالشوكولاته اللي هي البني او الشوكولاته اللي هي السمراء، طبعا حسب ما انت بتحبي. تمام. لكن انا زينتها بحاجه خفيفه كده وحاجه مش اوفر، يعني حاجه هاديه برضو وحاجه تكون كويسه. تمام. هي فعلا تورته خياليه، فعلا تورته هاديه جدا بسيطه جدا ما شاء الله. فعلا فعلا والسكر بتاعها هادي يعني مش الاوفر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زينتها كده بحاجات خفيفه كده، يعني بسكوت كده الايس كريم كده حاجه خفيفه جميله جدا رائعه جدا عامله بالالوان الطيف. هقطعها معاكم دلوقتي. فعلا فعلا جميله جدا، وكمان الكريمه باينه قوي وجميله جدا. ممكن تعملي بدل الكريمه البيضه ممكن تعملي باي كريمه الوان انت تحبيها. ما شاء الله جميله جدا رائعه. اتمنى طبعا يكون وصفه النهارده عجبتك، واتمنى منك اللايك والشير، واتمنى منك بدعوه حلوه. مع الف سلامه.